النهاردة الوصفة جبارة ومن غير اي لحوم خالص. هنعمل الكفتة القمر اللي انتوا شايفينها دي. مش معنى ان هي مفيهاش لحمة يبقى طعمها مش حلو، بالعكس خالص طعمها حلو جدا. تعالوا نشوفوا الطريقة والمقادير. معايا كده اول حاجة بصلاية كبيرة او بصلتين صغيرين، 3-4 فصوص من الثوم، وكمان معايا حزمة من الكزبرة، ومعايا كمان هنا كوباية فول. طبعا الفول ده انا كنت نقعاه ليلة كاملة في المية. انا عيرت منه كده كوباية مليانة بعد ما نقعته. قبل ما نقعه بقى كان حوالي تلت كوباية، علشان طبعا احنا عارفين ان الفول بيزيد بعد كده، بعد ما بيتنقع بيزيد شوية عن الاول. نيجي بعد كده للتوابل اللي عندي هنا ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود، وكمان شوية بهارات، وواحدة من مرقة الدجاج، وكمان ورقة لورا، واتنين من الحبهان. كل التوابل اللي عندي دي هاخد بقى كده كوز الخلاط واحط فيه كل المكونات اللي انا قلت عليها دي، هضربها كده مع بعض في الخلاط. طبعا الخلاط مش هيلف معايا، فلازم ازوده كده حوالي نص كوباية مية لحد الخلاط بتاعك ما يلف معاكي ويشتغل. انا ضفت هنا المية، ممكن تزودوا المية على حسب الخلاط ما هيشتغل معاكي علشان الخلاط ما يبص. هضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما ينعموا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هيكون عندي هنا شوية من الدقيق، هبدأ اضيفهم كده على الخليط اللي عندي ده لحد ما يتلم معايا ويعمل معايا كده زي عجينة. هنا كمية الدقيق على حسب ما يحتاج معاكي الخليط اللي عندك ده، لحد ما يتلم معايا كده ويبقى عجينة كده طرية حلوة ما بتلزقش في الايد ولا اي حاجة من دي. خلاص يبقى جاهز معايا. انا هضيف هنا الدقيق كده بالتدريج معايا لحد العجينة دي ما تتلم معايا. الكفتة دي طبعا مختلفة عن كفتة الرز، دي حاجة ودي حاجة، عشان بس محدش يستغرب ان هي بالدقيق وكده. لا عادي بتتعمل جدا، ممكن في ناس كتير ما تعرفهاش، بس بجد جربوها حلوة جدا. خلاص زي ما انتوا شايفين العجينه اتلمت معايا بالشكل ده كده، خلاص بقت كده متماسكه معايا وطريه ما بتلزقش في الايد. هغطيها كده حوالي 5 دقايق وبعد كده ابدا اشكلها معاكم. هاخد زي ما انتوا شايفين كده حته عجينه صغيره خالص وابدا الفها كده زي الصوبع بالشكل ده. انا ما بكبرش عن كده، الحجم ده كده حلو جدا لانها طبعا بتاخد وقت شويه في السوا، فانا بعملها كده صغيره زي ما انتوا شايفين كده. الكفتة دي كمان ممكن بدل الفول تستبدلوه بلحمة، لو حابين تضيفوا لحمة بدل الفول، او تضيفوا بدل الفول لانشون. هي نفس المقادير ونفس كل حاجة، بس هتضيفي بدل الفول ممكن تستبدليه لحمة لانشون. يعني بصي الحاجات دي كلها تنفع. هلفها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. خلاص كده انا خلصت شويه زي ما انتوا شايفين، هاخدهم كده في شويه زيت على النار وابدا احمرهم، والباقي هرجع له تاني بعد ما احط دي على النار علشان اخلص كده كله مع بعضه وما اقفش كتير كده في المطبخ. اول ما تحمر زي ما انتوا شايفين كده بقلبها على الجنب التاني علشان كلها تاخد لون متساوي بالشكل ده كده. اللي يحمر معايا كده ببدأ اطلعه بالشكل ده كده، خلاص خدت لون حلو جدا. انا هحمر بقى بقية الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اخلص خالص. بعد ما اخلص كده واحمر الكفتة زي ما انتوا شايفين، هكون مجهزة معايا حلة على النار فيها شوية زيت، وكمان فيها بصلاية كده كبيرة معاها 3-4 فصوص من الثوم. وطبعا لازم انزل بكل البهارات اللي عندي علشان كده ريحتهم تطلع كده وتخلي طعم الاكل معايا حلو. بعد البصلايه بتاعتي ما تدبل كده بضيف هنا عصير طماطم بالشكل ده، اسيبها كده تتسبك شويه زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما سبتها كده اتسبكت شويه هضيف كده الكفته عندي، وكمان هضيف لها كده شويه من الشوربه، وهسيبها لما تغلي كده واوطي عليها النار لحد ما تستوي معايا وتبقى بالشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجه. ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم.